مش كل الأنهار فيها أسماك وكائنات حية. في كولومبيا موجود نهر اسمه كانو كريستالز، مستحيل تلاقي فيه سمكة واحدة بس بتعوم أو أي كائن حي، علشان المية هناك نقية جدا وما فيهاش أي معادن أو أي مواد عضوية. يعني لو في سمك هناك مش هيلاقي ياكل فهيموت، ومع ذلك الناس بتسافر له من آخر الدنيا. ليه بقى؟ لأن النهر ده قرر إن هو يسرق ألوان قوس قزح ويحبسها جواه في وقت محدد في السنة. السر مش في المية، السر في نبات مائي عبقري اسمه ماكارينيا. النبات ده أول ما الشمس بتلمسه في الصيف بيتحول لونه من الأخضر الباهت للأحمر الأرجواني الصارخ عشان يحمي نفسه. ومع شوية رمل أصفر وطحالب خضراء وانعكاس السماء، النهر بيبقى لوحة فنية ب5 ألوان بيتحرك قدام عينيك. المية هناك فعلا نقية جدا وبتجري فوق صخور عمرها سنين كتير قوي. عشان كده ممنوع هناك تلمس المية وانت حاطط أي كريم على البشرة عشان ما تطفيش ألوان النهر ده للأبد. تفتكر الجمال ده يستاهل كل الحماية دي؟